طب تعالى اما نكمل جنوننا ونقارنه بكاميرا سعرها معدي $1000. واخيرا يا جماعه الريلمي 13 برو بلس تم الاعلان الرسمي عنه، ولكن بعد ما نزل وانا بحضر الفيديو ده انا ما بقتش عارف انا متحمس جدا ولا محبط جدا ولا مقهور جدا. بجد يعني في شويه مميزات جامده اتضافت عجبتني، وفي شويه عيوب بغيتها ظهرت يا باولو منتج يا باولو. يلا عايزك تتفرج على الفيديو كده برواق وبمزاج، لان ده اللي هيجيب لك الخلاصه. كل حاجه حرفيا في الجهاز ده محتاج تعرفها هنقولها، واحنا ماشيين كده هنقارن برضو ما بين النسخه القديمه الريلمي 12 برو بلس، وهنقارن كمان ما بين اجهزه فلاج شيب شبه الايفون 15 برو ماكس والاس 24 الترا. وفي حاجات صدمتني انا شخصيا. ولكن قبل ما نبدا انا حابب بجد اشكر الناس على الدعم الخرافي اللي كان ظهر الفتره الاخيره، لان الدعم كان واقع خالص، واحب اشكر الناس دي بالتحديد واشكركم كلكم بالعموم. فما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. وزي ما توقعنا في فيديو التسريبات اللي عملناه قبل ما يتم الاعلان عن الجهاز نزل بنسختين من ظهر ازاز ونسخه بظهر من الجلد، ولكن برضه للاسف ما زالت ريلمي محتفظه بالفريم البلاستيكي شبه ما هو ما غيرتهوش. ولكن برضه مش دي الحاجه الوحيده اللي فضلوا محتفظين بيها، فضلوا محتفظين بشهاده مقاومه الميه الاي بي 65. دي شهاده مقاومه ضد طرطشه الميه. انا من وجهه نظري شايف ان اقل شهاده كانت ممكن تنزل في الجهاز ده هي الاي بي 67، كانت هتدينا مقاومه ميه اكبر. ولكن ما تقلقش هنشوف برضه الجهاز ده في اختبارات مقاومه واختبارات ميه واختبارات دروب تيست وحاجات كتير جدا. والجهاز بقى وزنه اقل من الجيل اللي فات تقريبا 190 جرام، وده شيء غريب لان البطاريه اللي هنا كبرت بقت 5200 ملي امبير، واللي لسه برضه هنتكلم عنها قدام شويه. ولما نيجي نقارنه كده بتصميم الجهاز القديم مش عارف، انا حابب الشكل القديم اكتر، يعني الظهر الجلد اللي اسمه الخط الذهبي ده انا حابب التصميم ده. لو انت عاجبك شكل التصميم الجديد يا ريت تكتب لي في الكومنت. واللي اخيرا بقى والتطور الكبير اللي ريلمي عملته انها اعلنت عن طبقه حمايه موجوده على الشاشه للجهاز، وهي كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، طبقه حمايه اقل من الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس اللي موجوده مثلا في اجهزه شبه الاي 55 بس اعلى من الكورنينج جوريلا جلاس 5. والحقيقه كانت اختبارات طبقه الحمايه دي صعبه جدا، يعني مثلا جابوا بوكس مليان مسامير ومواس وحاجات حاده جدا وحطوا الجهاز فيهم وخلبطوهم على بعض والشاشه طلعت سليمه 100%، مفيش فيها خدش. وفي الووتر بروف تيست الجهاز قعد تحت الميه لمده 5 دقائق وطلع شغال ومفيش فيه اي حاجه برضه. وطبعا انت اصلا في الظروف العاديه مش هتعمل كده، احنا بس بنشوف قوه تحمل الجهاز ده. وهتلاقي الفيديو ده موجود في الديسكريبشن، يعني انصحك انك تتفرج عليه برضه لان في حاجات كتير ممكن ما تشوفهاش هنا. وانا هنا مش بقول لك انك تطمن لو الجهاز وقع منك تحت الميه، لا انت تبقى عارف ان هو ممكن يستحمل معاك لو وقع وانت شديته على طول ولا حاجه، انما انك تنزله تحت الميه فلا، انت كده بتستهبل يا معلم. وفي الدروب تيست برضه الجهاز نزل كذا نازله من منطقه عاليه، وتقريبا اللي حصل فيه ان الفريم اتنى بس، انما كشاشه وكطبقه حمايه لا، فالجهاز يعتمد عليه جدا. واللي هو برضو الجهاز نزل على كذا جنب مش على الفريم بس، وقعوا كذا مره على الشاشه وكان قاصد انه يوقعوا على الشاشه، ولا برضو الجهاز استحمل. انا وانت بقى والناس اللي قاعده دي كلها كنا مقلقين في ايه في الريلمي 13 برو بلس؟ كانت الشاشه. اللي هو الريلمي 12 كان سطوع عقيم 950 شمعه بس، كان في ناس كتير قوي متضايقه من النقطه دي. بس في النسخه الجديده بقى الريلمي برضو نازل بشاشه اموليد مليار لون 120 هرتز، حجمها 6.7 من 100 انش بابعاد 1080 في 2412 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 394 بكسل لكل انش. هي نفس مواصفات الشاشه القديمه ما اتغيرتش، ولكن المره دي نازله بمعدل سطوع 2000 شمعه. اخيرا حاجه صح اتعملت. ومعدل السطوع الفعلي للجهاز ده تحت الشمس 1200 شمعه، وبالمقارنه مع النسخه القديمه لا في فرق واضح جدا. اللي مضايقني بس هو حته كثافه البكسلات ال 394 بكسل لكل انش، ولكن قلت برضو ماشي امشيها، يعني جهاز شبه الاي 55 نازل بكثافه بكسلات اقل 390 بكسل لكل انش ومفيش حد اشتكى منه، بس كنت اطمح برضو ان كثافه البكسلات تعلى. والشاشه كانت في مشاهده الفيديوهات والمحتوى ممتازه جدا، بس للاسف عيب تاني برضو في الشاشه دي انها ما بتدعمش ال HDR، لا في نتفليكس ولا في امازون برايم مثلا ولا حتى في اليوتيوب، واللي هو اساسا دي حاجه كل اجهزه الفئه المتوسطه مقدماها دلوقتي. ال HDR ده مسؤول عن توزيع دقه الالوان في المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، فانا مش فاهم ازاي مش مدعوم. اللي هو من عامل عملا فليتقنه، كمل الحاجه للاخر. ولكن يلا هنقول كشاشه وكدقه الوان لا فهي كويسه جدا برضه. الحاجه بقى اللي انا محبط منها قوي ودي مش هقدر اسامح ريلمي عليها، في فيديو التسريبات احنا كنا توقعنا مثلا ان ريلمي هتطور في الاداء وقلنا ممكن ان هي تنقل لمعالج من دايمنستي، ولكن استبعدنا الاحتماليه دي وقلنا ان ريلمي خلاص اقتنعت ان معالجات سناب دراجون هتفيدها اكتر في التصوير. وكان توجهنا في الحته دي قلنا لو مثلا ان هي مش عايزه تزود في الاداء وتجيب لك معالج نقول ان هو متطور كان هيكون السناب دراجون 7 جين 3. هل ريلمي تعمل كده وتريحنا بقى؟ لا، نزلت لك نفس المعالج القديم هو ما اتغيرش فيه حاجه، السناب دراجون 7 اس جين 2. طب ليه؟ يعني هنقول ده معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مثلا ومعالج رسوم
xiaomi ادرينو 710، بس هو نفس المعالج القديم. الجهاز كمهام يوميه وكسرعه هيديك الاداء المطلوب، ريسبونسيف معاك في كل القرارات اللي هتاخدها. حتى ريلمي كمان قللت في الانيميشن اللي بتعترض على الواجهه عشان تحس بالسموث في الجهاز اكتر. بس كالعاب دي نقطه عيب جامده، يعني كلعبه شبه بابجي وكول اوف ديوتي بيلعبوا على 60 فريم، جيشن امباكت اخرها 30 فريم، فاللي هو ده معالج لا يصلح للهارد كور جيمرز. وككماله للسلبيه في نقطه الاداء، الجهاز جاي بنظام تشغيل اندرويد 14 اللي مبني على واجهه ريلمي يو اي 5. العيب هنا ان هي مدياك سنتين من تحديثات الاندرويد و3 سنين من السكيورتي ابديت، واللي هو دي حاجه برده ما عادش حد بيعملها. يعني اقل رقم دلوقتي المفروض 3 سنين من تحديثات الاندرويد و4 سنين من السكيورتي ابديت. فنقطه الاداء دي اكتر حاجه كانت محبطاني من الريلمي 13 برو بلس. وتقدر كمان تزود مساحه الرام 12 جيجا فوق المساحه اللي انت جايبها. ولكن تعالى بقى نشوف الجهاز ككاميرات، واللي فيه تطور جامد جدا من حيث السنسورات اللي نزلت فيه. يعني ريلمي احتفظت بنفس دقه الكاميرا ال 50 ميجا بكسل كعدسه اساسيه، ولكن غيرت في السنسور نفسه. وبقوا دلوقتي سنسورات من سوني اول مره ينزلوا في موبايل. بقى السنسور الاساسي هو ال LYT 701 اللي فيه المثبت البصري الحقيقي ال OIS اللي بدقه 50 ميجا بكسل، واستغنت برضه عن السنسور البريسكوب ال 64 ميجا بكسل اللي كان سبب شهرتها اساسا، وبدلته برضه من سنسور من سوني ال LYT 600، وده سنسور برضه 50 ميجا بكسل مش 64 ميجا بكسل شبه النسخه القديمه. والعدسه الثالثه طبعا هي الالترا وايد، والكاميرا السيلفي برضه بمستشعر من سوني بدقه 32 ميجا بكسل. فريلمي متعاونه مع سوني بشكل كامل، فهل التعاون ده بقى ينطبق على تغيير في الصور ما بينه وما بين النسخه القديمه حتى؟ تعالوا اما نشوف. هو انت لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي ليه؟ الحقيقه فعلا اقدر اقول لك ان في تغيير، وفي تغيير كبير كمان جدا في طريقه المعالجه، سواء الصور اللي بتطلع من العدسه الاساسيه، الصور اللي بتطلع من الكاميرا التليفوتو، صور ممتازه وطريقه الوانها ومعالجتها ممتازه جدا. حاجات كده تنزل وتحطها على السوشيال ميديا على طول. كان في ناس متضايقه من طريقه معالجه الريلمي 12 برو بلس ومش فاهم ليه الصراحه، فده ممكن يفيد الاشخاص اللي كانوا متضايقين من طريقه معالجه الريلمي 12. ولكن لما نقارن تصوير الجهاز ده بتصوير الجهاز القديم، هنلاقي ان عندنا كذا ملحوظه كده لازم نقولها. هنلاقي ان السنسور الجديد مقدم مع الجهاز تفاصيل اكتر من حيث الكاميرا، معالجه الوان كويسه اكتر، HDR ولايت كنترول احسن بكتير من الريلمي 12 برو بلس. بس الحاجه اللي استغربت منها هي الدايناميك رينج، يعني الاجزاء اللي انت حاسس ان هي لازم تبقى مظلمه في الصوره بتكون اوفر اكسبوز اكتر في الريلمي 13 برو بلس، ومش فاهم ليه الصراحه. ممكن دي حاجه تتحل بالسوفت وير ابديت جديد، مش فاهم. يعني مثلا الصوره دي الاخضر اللي فيها اخضر حقيقي في الريلمي 12 برو بلس، مش شبه اللي طالع من السنسور الجديد. وهتحس برضه في الجهاز الجديد ان الصور اللي بتطلع منه ساتيوريتد اكتر من الريلمي 12 برو بلس، يعني الوانها بتكون زياده وفاقعه مش بطريقه كبيره بس برضه مش هي الالوان الطبيعيه. ولكن غير كده فالشادوز والتحكم في الHDR وتصوير الفيديو كمان بيكون احسن في الريلمي 13 برو بلس الجديد. واخيرا بقى العيب اللي كان غتت في الريلمي 12 برو بلس اتحل هنا، ان الكاميرا الاماميه بقت بتقدر تصور 4K على 30 فريم في الثانيه. اخيرا بقى في جهاز تصوير متكامل في الفئه المتوسطه، مفيش بقى عدسه مايكرو، لا عندك هنا عدسه تيليفوتو بتديك 3x اوبتيكال زوم و6x لوزلس زوم من غير ما تفقد جوده من الصوره، بس طبعا هيكون زوم ديجيتال. واللي لما نيجي نقارنها بالعدسه القديمه هنلاقي ان عليها نفس ملاحظات العدسه الاساسيه، ان الدايناميك رينج مش بيكون مظبوط والصور بتكون ساتيوريتد اكتر من الريلمي 12 برو بلس. فاكيد لازم هيجي سوفت وير ابديت يحل المشاكل دي، لان ما اظنش ان هي مشكله من الهاردوير نفسه، لا دي مشكله من طريقه المعالجه اللي موجوده في الجهاز. واللي اول ما السوفت وير ابديت ده ينزل هتكون اول واحد يعرف، فاتاكد انك لازم تكون عامل سبسكرايب دلوقتي. ودي كده مقارنه تصويره ما بين اجهزه الفلاج شيب الاس 24 الترا والايفون 15 برو ماكس، اجهزه سعرها معدي ال $1000، فان جهاز يكون سعره اقل من $500 يكون بينافسهم في النقطه دي، فدي حاجه مميزه جدا الصراحه. وبيبان في المقارنه دي قوي حته الدايناميك رينج اللي قلت لك عليها. اكيد انت فهمت قصدي ايه من الصور اللي انت شايفها دلوقتي. طب تعالى اما نكمل جنوننا ونقارنه بكاميرا سعرها معدي $1000، في مصر سعرها معدي ال 50,000 جنيه، السوني A6400. هتقول لي لا يا ابو حميد دي ظبطت منك قوي، دي انت هتتجنن ولا ايه؟ اقول لك لا يا معلم، بص انت على النتائج قصاد بعض. وطبعا انا فاهم دماغ شويه المحنكين اللي هيجي يقول لك دلوقتي انت ازاي اساسا بتقارن كاميرا للتصوير بالموبايل ده. اقول لك لا، بص للتصوير بالطريقه العاديه، طبعا ما تقارنش سنسور كاميرا مصمم انه ياخد اكبر كميه من التفاصيل بعدسه موبايل، وهسيبك انت تشوف الصور وتحكم ما بينهم. شايف انت العلامه اللي في ظهر الكاميرا دي؟ هايبر ايمج بلس. ودلوقتي هنعرف فايدتها بطريقه معالجه جديده والجوريزم جديد لكل حاجه. يعني مثلا نشوف طريقه الجهاز كده وهو بيعالج الضوء، ومزايا الاي اي بقى. يعني لو كنت بتصور مجموعه من الناس كده هتلاحظ ان الفوكس على طول بيهرب من حد منهم، او ان التفاصيل على الوشوش كلها بتكون مش مظبوط. شوف بقى طريقه المعالجه ما بين ال 13 برو بلس وال 12 برو بلس دلوقتي عامله ازاي. والاي اي الترا كلاريتي اللي اتكلمنا عنها في فيديو التسريبات، لما قلنا ان هي هتاخد كل بيكسل من الصوره لما تزوم فيها وتعالجه لوحده عشان تطلع لك ادق تفاصيل، دي كده مقارنتها
مواصفاتها ما بين ال 12 برو بلس وال 13 برو بلس، وبتستخدم كمان في حاجات لو مثلا التصوير مش مظبوط او الصوره مدغوشه على وش حد، ممكن تحسن هي الحاجات دي باستخدام الاي اي. ودي انا شايفها حاجه مهمه جدا، لان ممكن صوره ما تكونش عندك الامكانيه انك تصورها تاني، فدي هتفيدك اكتر. ومزايا الاي اي المعروف بقى شبه انك تقدر تشيل حاجه من الصوره او تحسن جوده صوره او تعمل اكسباند او توسع جزء معين من صوره معينه. والمميز في الحاجات دي ان هي جوه السوفت وير بتاع الجهاز نفسه، يعني انت مش هتحتاج اتصال بالانترنت عشان تقدر تعمل كل ده. فكسيستم كاميرات وكسوفت وير لا، انا شايف ان ال 13 برو بلس قدم تحسينات جامده جدا، غير بقى نقطه الدايناميك رينج والحاجات اللي اتكلمنا فيها دي. وكتحسين تجربه مستخدم فانت عندك هنا برضو سماعات ستيريو وصوتهم واضح وعالي جدا. تعال اما نسمع تجربه الصوت. والهابتك انجن اللي ريلمي مميزه بيه، او زي ما بتقول عليه الاو هابتك، موتور فايبريشن محترم جدا يعادل اجهزه الفلاكشن. اما بقى الميزه الاكبر هي البطاريه اللي بسعه 5200 ملي امبير، ومش بس كده، بقدره شحن 80 واط. طلعنا من ال 5000 ملي امبير وقدره شحن 67 واط اللي كانت في الريلمي 12 برو بلس، وانتقلنا للحاله دي. بقينا نقدر دلوقتي نشحن من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقه. اصحى لي بقى وركز لي جامد في الكلمتين دول، لاننا هنتكلم عن السعر. الريلمي لحد دلوقتي ما اصدرتش الجهاز في اي حته غير الهند، وهو نزل بحوالي 30,000 روبيه، واللي هو لو ترجمناها بالدولار كده هنلاقيه ما يعادل 360 دولار. يعني الجهاز لما ينزل هنا هيكون عامل في حدود ال 20,000 21,000، وده انا شايفه سعر مناسب جدا ليه. هبقى شايف ان سعره غالي امتى؟ لو نزل بسعر يقارب ال 25,000 جنيه، حاجه مش هتقبلها قوي، لان هو جهاز يعتبر ما قدمش نقله نوعيه عن الريلمي 12 برو بلس. ده نفس المعالج وتقريبا نفس الشاشه غير نقطه البرايتنس، فمفيش التحسينات اللي تخليه سعره يغلى عن كده. ولكن اول ما الاسعار الرسميه تنزل هتلاقيها موجوده تحت في الكومنتات. وبس كده، عايزك تكتب لي رايك في الجهاز ده، ولو هنقيمه ممكن تديله كام من 10، ولو عندك اي سؤال انا ما جاوبتكش عليه ممكن تكتبه لي في الكومنت، ولو عايز نعمل له اي مقارنه مع اي جهاز تاني برضه اتاكد انك تكتب لي في الكومنت. وبس كده كده كنا خلصت. اياك تنساني من الشير اند لايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام يا صديقي.